أكد المجلس الأعلى في أمستردام قبل قليل الحكم بالسجن لمدة عامين الصادر بحق الملاكم المغربي بدر هاري. للمزيد حول هذا الحكم الصادر قبل قليل وللتعليق على أولى ردود الفعل حول هذا القرار ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام مراسلنا عبد الإله عفيري. مساء الخير عبد الإله، ماذا في تفاصيل هذا الخبر عبد الإله؟ نعم بالفعل يحيى، كما تعلم كانت المحكمة في عام 2014 قد حكمت على بدر هاري بمدة عام ونصف سجن، وذلك باتهامه بالاعتداء على شخصين من بينهم رجل اعمال هولندي معروف كان يدعى كون ايفرينغ. لماذا اقول كان؟ لانه هذا السيد قد توفي قبل مده، لكن ليس بسبب تلك الاعتداءات، وانما توفي بضربه رصاص من طرف مجرم اخر. على كل، الحكم صدر قبل قليل بالفعل لمده عامين، وكان بدر هاري ومحاميه قد استأنف الحكم الذي كان قد أصدرته المحكمة الابتدائية لمدة عام ونصف فقط، إلا أن المجلس الأعلى الآن يضيف مدة 6 أشهر لذلك الحكم الصادر آنذاك عام 2014. وتجدر الإشارة يحيى إلى أن بدر هاري كان قد مكث في السجن أيضا لمدة 6 أشهر، والآن سنرى هل سيقدم إلى هولندا لدخول السجن ليتم حبسه أم لا، لأنه كما تعلم منذ أكثر من 2 سنين بات في هولندا ولا يأتي إلا لمدة وجيزة وقليلة جدا هنا إلى العاصمة الهولندية أمستردام. عبد الله، هذا الحكم الأخير يعني هل هو قابل للطعن أو الاستئناف على؟ لا، هذا يعني آخر قرار نهائي، حكم وآخر قرار نهائي. وصرح المجلس الأعلى بأن على بدر هاري بالفعل أن يحبس هذه المرة مع خصم تلك مدة 6 أشهر التي كان قد قضاها في السجن. لكن يبقى السؤال مطروحا، هو أن بدر هاري يسكن في المغرب، وحسب علمي ليس هنالك اتفاق بين المملكة الهولندية والمملكة المغربية لتسليم المتهمين. يعني هذا من المحتمل جدا أن يبقى بدر هاري يسكن في هولندا، وهذا يعني أنه لن يسمح له بدخول هولندا وإلا يدخل السجن مباشرة، أو أن يعود إلى هولندا لقضاء المدة التي سيكون ملزما بقضائها في السجن الأقل 6 أشهر، لأنه بالإضافة إلى خصم المدة التي كان قد قضاها في السجن هنالك حسب القانون الهولندي ممكن أن يخسر المدة التي حكمت بها المحكمة عليه. وأعتقد بأنه بطبيعة الحال سيتحاور مع محاميه في الأيام القليلة المقبلة للنظر في الخيار الأمثل بالنسبة لبدر هاري في الأيام المقبلة. أشكرك.